ألم بيزيد مع المجهود، ورم بيظهر ويختفي. السؤال هنا امتى تكشف؟ لأن الفتق مش دايما بيستنى، الفتاء مش دايما بيوجع، وده اللي بيخلي ناس كتير ممكن تأجل الكشف. لكن الحقيقة إن الفتق ممكن يوصلنا لمضاعفات خطيرة. الفتاء بيحصل لما جزء من الأمعاء أو الدهون يطلع من مكانه الطبيعي ويضغط على جدار البطن. وفي انواع كتير من الفتاء، واشهرهم الفتق الإربي، الفتق السري، والفتق الفخذي. الفتق الإربي بيظهر كتير عند الرجال وبيظهر في المنطقه اعلى الفخذ. اما الفتق السري بيظهر اكتر عند السيدات وبيظهر في المنطقه حوالين السره. اما الفتق بعد العمليات الجراحيه بيحصل نتيجه لمضاعفات حصلت بعد عمليات جراحيه، وهو حاجه منتشره جدا. اما الفتق الفخذي فهو حاجه نادره بس مضاعفاته خطيره جدا، موجود اكتر عند السيدات. الفحص مش مخيف، بس التاخير ممكن يوصلنا لمراحل خطيرة. والأخبار الحلوة إن الجراحة سهلة وبسيطة وبتحل المشكلة بسرعة وبأمان وبنسبة نجاح عالية جدا. لو عندك فتق أو عايز تطمن، ابعت لنا رسالة دلوقتي.